انت عايز تشوف الاهرامات؟ طب احنا عملنا لك الاهرامات، تعالى عندنا وانت هتشوف ده الاهرامات. حتى امريكا يا فندم، امريكا يعني قمه التكنولوجيا والثراء ويعني سيد العالم حقيقة، بدون نقاش، يعني مهما كانت الخلافات السياسيه. امريكا نفسها مم. في لاس فيجاس هنا هو عاملين مدينه اسمها مدينه اه الاقصر، بانيين اه هرم حلو كامل أوي. من الزجاج. يعني اه اللي ما عندوش تاريخ بيشتري تاريخ من مصر. اعظم المتاحف في العالم كلها، اعظم جزء فيها تلاقيه الجزء المصري. فرعوني طبعا، الفرعوني. يعني انت انا عارفه عارفه يا دكتوره، المشكله عندي مش في الناس ديت، مش في الناس اللي هم المشكله عندي في المصري. هي سؤالي ده انا بطرحه للمصري، احنا مصريين مم. ولا عرب؟ المصريين اللي هم بيتشدقوا بان هم عرب مم. وبيرفضوا مصريتهم وبيتمحكوا ويتمسحوا في العروبه. هو مم. ده السؤال له. انت ازاي سعادتك بتترك يعني تاريخك العملاق ده وحضارتك دي، ازاي مش مالي عينك ورايح تدور على ناس كانوا بدو وما زالوا، يعني من كام سنه لما البترول طلع ابتدوا يعرفوا معنى التحضر يعني ايه؟ ازاي يعني ده قمه التخلف او عدم الولاء. للأسف يعني أنا طبعا مش بحب أتكلم قوي في الدين، بس للأسف إنه فكرة إنه كان في ملك مصري، وده هنتكلم عليه ده في السياق الحديث طبعا، يعني حكاية فرعون موسى وكده، هي يعني مكرهة المصريين في حضارتهم بشكل. وهم كمان على فكرة كل الشعوب اللي حوالينا بالذات مستفيدة من كده، اللي هي عمالة يعني مش عايزة أقول يعني اللي نفسهم يتمنوا إنه يبقى عندهم يعني نسبة ولو بسيطة جدا من مجد مصر وحضارتها وعظمتها. مم. مش قادرين، لما بيقدرش يوصل لمجدك، هو هيعمل في ايه؟ غير انه يقعد يشتمك كل شويه ويفكرك هو انتوا كفره، فراعنه كفره، فراعنه كفره، مم. فراعنه كفره في ايه اللي هو. حتى عشان لو في ملك واحد كان وحش بفرض، يعني هم يعني الحكام يعني ما شاء الله يعني بقى لهم يعني ملايكه يعني عندهم مثلا، يعني انا مش فاهمه. مم. فالزن على الدماغ كده والكفره ما تقرب لهمش، ما تقرب لهمش. انت بتتكلمي عن الفراعنه دي، دول كفره مش عارف طب افرض اه. حتى كفره وانت بتدرس تاريخ بلد وتدرس تاريخ حضاره، افرض حتى يعني ايه اللي يقدر يديرك؟ انت خايف تفتح ليه الكتاب وتقراه؟ انت خايف ليه تتعرف على تاريخك يعني؟ لانه عارف دايما بيفكرني في بالمقوله بتاعت عبد المنعم ابراهيم، العلبة فيها ايه؟ فيها فيل. العلبة فيها ايه؟ فيها فيل. فيل صح. وفي الآخر يعني مخوفينك تهوب حتى عن الحضارة المصرية وتقتحمها، ولو قلت أي حاجة فيها تشابه من أي حاجة موجودة في الفكر الحالي، يقول لك ده كفر. ازاي؟ ده احنا الأول، اه. ده احنا اللي قلنا مش في ايه. التاريخ سجل يا عم. يعني أنا حتى لو انت شايف ان ده كفر، طب انا ما ذنب التاريخ المصري؟ اه. التاريخ المصري كتب وحكى وسجل قبل اي حد تاني في الدنيا. لو في تشابه مع اي حد تاني، طب ما ذنب التاريخ المصري؟ احنا شعب اجدادنا المصريين عاشوا وكافحوا وبنوا فكر وكده، وبنلاقيه الفكر بتاعهم اللي هو فكر كلهم دين. اه. كل الفكر المصري الفرعوني هو دين. دين مرتبط بأرض مصر، أرض مصر وكل حاجة ودين بتحصل في توحيد. مصر. ودين توحيد. نعم. ودين توحيدي توحيد. توحيدي طبعا. اه. ويمكن لما هنتكلم يعني يمكن مش وقته، بس الفكرة انه الدين ده كان بتأثر تأثر كبير جدا على مصالح مصر الاقتصادية والأمنية والحياتية، إن مم. مصر دايما تكون قايمة وبخير ومتأثرة في تأثر كبير جدا بين الدين كله بيحاكي الحضارة المصرية، الأرض المصرية، مم. الشعب المصري عايز إيه، مصلحته إيه، هيبقى في امان ازاي. هو ده الفكر كله كان قايم على كده. مم. ف وده وضحته في كتاب المولد، يعني افتخر بكده، يعني الصوت بالصوره وبالكلمه. كتاب المولد، اه هنعرضه دلوقتي، عظيم.
بس يعني يمكن يعني ده يمكن نتكلم عليه، بس هي الفكرة يعني اللي انا عايزه اقول ان هم دايما مخوفيننا، ودايما ان احنا نقرب على تاريخنا المصري، وان حتى لما انت افرض انت قربت وقريت وفهمت تيجي تحكي، لا 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 ده كفر ده كفر، لا 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 ده مش، ما تقولوش اه. كده، ازاي تكتبوا؟ طب وايه ذنب تاريخنا؟ يعني ايه ذنب اجدادنا ان هم فكروا كده يعني وكتبوا وسجلوا قبل اي حد تاني في الدنيا؟ والفكر ده انا موضحاه في الكتاب، انه ازاي هو اللي انتشر في كل العالم القديم وبدون استثناء، في كل مم. من الهند لليابان للصين للمكسيك، يعني في كل العالم مم. القديم وبدون استثناء، وبالصورة على فكرة. فال للاسف عايز اقول لحضرتك حاجه. للاسف يا استاذ عزه ان هذا الفكر هو نفسه اللي بيعطل مسيرتنا، حتى المسيره الاقتصاديه. يعني طبعا احنا طبعا كمثال عندنا اكبر ثروه سياحيه في العالم. يعني لو جيتي مثلا. لكل انواع السياحه في العالم، سياحه علاجيه، سياحه دينيه، سياحه اثار، سياحه ثقافه، سياحه شاطئيه، كل انواع كل انواع السياحه موجوده في مصر. يعني المفروض ان مصر تبقى الدوله رقم واحد سياحيا، والمفروض يدخل لها دخل من هذه السياحه يغطي بترول الدنيا كلها ويغطي قناه السويس والى اخره. لكن ليه لو جيتي للحقيقه تلاقينا ان احنا على مدى الحكومات اللي فاتت دي كلها، وزاره السياحه وزاره من افشل الوزارات. والمنهج السياحي في مصر منهج ضايع، مفيش اداره. بسبب هذه القناعات اللي جوه الناس. الناس نفسها بالظبط. ما عندهاش ثقافه تقبل الاخر. وبعدين تلاقي المرشد السياحي اللي بيقابل الناس بيقابلهم وهو جواه هذا الاعتقاد ان هو بيقدم لهم اصنام. وده للاسف شفناها ايوه فيديوهات. فلما انت مش قادره تقنعي السايح هيجي لك ازاي؟ ما عندناش ثقافه تقبل السائح عشان يجي يتفرج، وما عندناش الفخر الحقيقي. الا بقى طبعا المصري الاصيل، المصري الاصيل. لكن اللي هم اتباع العروبيين واتباع الوهابيين دول ضد الحضاره المصريه وضد الهويه المصريه، وهم دول اللي موقفين مسيرتنا حتى اقتصاديا. يعني احنا بالظبط. نجحنا سياحيا محتاج ثورة ثقافية تغير تركيبة المواطن المصري وإزاي يبقى عارف يتعامل مع السائح. أنا أحد الأساتذة في المرشدين السياحيين كنت بعمل معاه حوار، قال لي جملة صدمتني. تخيلي حضرتك إنه قال لي إن إحنا بنتصل بكبرى شركات الترويج السياحي وبنقول لهم ما تجيبوا لناش سياح أكتر من كده، قللوا عدد السياح. فأنا زهقت بقول له إزاي ليه يعني؟ طيب قال لي إحنا ما عندناش سراير عشان ننيمهم. هل ده عذر؟ حقيقي. يعني شوفي قد ايه حقيقي. شيء مبكي. هل ده عذر؟ هل دي الناس بتفهم في السياحه وبتفهم؟ يعني ربنا بيديكي خير تقولي له لا كفايه كده انا مش عايز سنة، ما تحطش في جيب حاجه تاني. منتهى التخلف زي ما بقول يعني لحضرتك. ده استاذ في الارشاد السياحي، والحلقه دي موجوده على فكره. قال لي الكلام ده اه بالنص. قال لي احنا عندنا اثار كل يوم بنكتشفها، عارف بنعمل فيها ايه؟ قلت له بتعملوا فيها ايه؟ قال لي بنردم عليها تاني بعد ما نعلم على مكانها. ليه؟ قال لي عشان ما عندناش مخازن نحطها فيها. تخيلي دي حاجة فشل الاداري اللي احنا للأسف. عايشين فيه. والسؤال ده انا سالته للأسف للدكتور طارق حجي، قلت له الاداره علم ولا موهبه ولا ايه؟ قال لي احنا عندنا فشل اداري. العالم، وهل هو يعني